في أولى حلقات برنامج المقالب رامز إيلون مصر الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وقع الفنان أحمد العوضي ضحية للمقلب. تضمنت الحلقة مواقف مرعبة، حيث تم ربط العوضي بسرير متحرك يصعد ويهبط ويدور بسرعة، مما أثار ذعره ودفعه للصراخ وطلب فكه. كما قام رامز بإزالة الشعر من أرجل العوضي، مما زاد من حدة الموقف وأثار غضبه. عقب انتهاء الحلقة، نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز التي كانت مرتبطة سابقاً بالعوضي صورة ساخرة للإعلام باسم يوسف وهو يتناول الفشار دون تعليق. هذا المنشور أثار تساؤلات الجمهور حول ما إذا كانت تقصد التعليق على حلقة العوضي مع رامز جلال، خاصة أن التوقيت جاء مباشرة بعد عرض الحلقة. تفاعل المتابعون مع منشور ياسمين بتعليقات ساخرة، متسائلين عما إذا كانت هي من أعطت رامز المال لتنفيذ المقلب، في إشارة إلى علاقتها السابقة بالعوضي. كما علق آخرون بروح فكاهية على الصورة، مما أضاف جواً من المزاح على الموقف.